الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله على إحسانه، وأشكره على تفضله وامتنانه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشانه. سكر الصوت يا زين، سكر الصوت عندك يا زين. الحمد لله على إحسانه، وأشكره على تفضله وامتنانه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشانه، وأشهد أن حبيبنا وعظيمنا وقائدنا وسيدنا محمد رسول الله الداعي إلى رضوانه. اللهم صل وسلم وزد وبارك على هذا النبي الأمين وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن اهتدى بهديه أو استنى بسنته إلى يوم الدين. فإن الاجتماع لتذاكر أمور الدين عموما وتذاكر مواسم الخير التي يستقبلها المؤمنون لا شك أنه من الأمور المهمة التي ينبغي أن تحظى بعنايتنا واهتمامنا، لما يترتب على ذلك من العوائد الكريمة والخيرات العظيمة والمنافع الجمة العميمة التي لا تعد ولا تحصى. وقد جاء في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج على أصحابه يوما فقال وهم يتذكرون، خرج على أصحابه يوما وهم جلوس في المسجد يتذكرون، فقال عليه الصلاة والسلام: ما أجلسكم؟ قلنا: جلسنا نتذاكر الإسلام وما من الله علينا به. فقال عليه الصلاة والسلام: الله ما أجلسكم إلا ذلك. قلنا: والله ما أجلسنا إلا ذلك. فقال عليه الصلاة والسلام: أما والله إني لم أستحلفكم تهمة لكم، ولكن أتاني جبريل آنفا فأخبرني أن الله عز وجل يباهي بكم الملائكة. فهذه إشارة عظيمة لمن أكرمه الله تعالى ومن عليه لحفظ وقته في مثل هذه المجالس التي تعقد في بيوت الله، والتي تعقد اليوم الحمد لله في وسائل التواصل الاجتماعي، والتي أذن الله عز وجل أن أذن لنا بإذن الله تعالى أن نكثر من ذكره جل في علاه، أن نكثر من ذكره جل في علاه. قال: واذكروا الله ذكرا كثيرا. ومن المعلوم أنه من أعظم الذكر هي مجالس الذكر. فقد اتفق العلماء على أنه أفضل نافلة يتقرب بها إلى الله جل في علاه، أفضل نافلة يتقرب بها إلى الله جل في علاه مجالس العلم، مجالس العلم. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما اجتمع قوم، وفي رواية ما جلس قوم، وفي رواية ما قعد قوم يذكرون الله إلا حفتهم الملائكة وغشيتهم الرحمة ونزلت عليهم السكينة وذكرهم الله في من عنده، أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم يقال لهم في آخر المجلس: قوموا يا عبادي مغفورا لكم. أسأل الله أن يغفر لنا جميعا يا رب العالمين. اللهم اغفر لنا جميعا يا أرحم الراحمين. اللهم تب علينا إنك أنت التواب الرحيم. يقال لهم: قوموا يا عبادي مغفورا لكم، قد بدلت سيئاتكم حسنات. ثم يقال لهم: هم القوم. من هم القوم؟ الذين يتذكرون كتاب الله ويتذكرون سنة رسول الله. هم القوم لا يشقى بهم جليسهم، لا يشقى، أي أنهم من السعداء. فأهل الجنة هم السعداء، وأهل جهنم هم الأشقياء. نسأل الله أن يجعلني وإياكم من أهل الجنة يا رب العالمين، ونسأل الله أن يرحمني وإياكم رحمة واسعة يمن بها ربنا علينا فنزداد بها قربا منه جل في علاه. فاللهم لك الحمد على هذا الاجتماع الطيب. أشكر جميع الإخوة الذين ساندوا والذين كبسوا والذين دعوا والذين كانوا سببا في هذا المجلس المبارك. الله يبارك فيكم جميعا، جزاكم الله خيرا. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما، ولا تجعل فينا ولا منا ولا بيننا شقيا ولا محروما. اللهم اشفي أخانا أسامة، اللهم اشفي أخانا أسامة يا رب العالمين. اللهم اشفه شفاء عاجلا يا أرحم الراحمين. اللهم البسه لباس العافية في الدنيا والآخرة. اللهم اشفه واشفي جميع مرضى المسلمين. اللهم اشفه واشفي جميع مرضى المسلمين. اللهم اشفي جميع مرضى المسلمين يا رب العالمين. اللهم من علينا بالعافية يا أرحم الراحمين. البسنا لباس العافية في الدنيا والآخرة. اللهم رب الناس أذهب الباس، اشفنا أنت الشافي، لا شفاء إلا شفاؤك، شفاء لا يغادر سقما. اللهم اشفنا بشفائك وداوينا بدوائك يا رب العالمين. اللهم دلنا على الدواء ودلنا على الشفاء برحمتك يا رب الأرض والسماء. اللهم أمين آمين يا رب العالمين. هذه المجالس المباركة لابد للمسلم
أن يصبر نفسه عليها، وأن يقتطع لها من وقته حتى يستفيد وينتفع. وإلا إذا كان لاهيا منصرفا في مكبا على أمور دنياه التي لا تنتهي. أمور الدنيا يا أحبتي لا تنتهي، لا تزال متواصلة، والله لن تنتهي أمور الدنيا. وربما يأتيك الموت ولا تزال أنت منشغلا بأمور الدنيا، فأمور الدنيا لا تنتهي أبدا، سبحان الله، هي التي لا تنتهي. فلا يتهيأ له معرفة الخير ومعرفة أبواب الخير ومعرفة السبل إلى طريق الخير التي يصل بها بإذن الله تعالى إلى الخير وإلى ما يرضي الله تبارك وتعالى. ففي مثل هذه المجالس يتم التوجيه إن شاء الله تعالى، وتأتي الموعظة وتحصل الذكرى وإيقاظ القلوب والتوجيه إلى أبواب الخير، فينتفع الناس ويستفيدون فوائد عظيمة. وكما تعلمون مما يحصله الناس في هذه المجالس هي إحياء القلوب، يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. وقد قال ربي وخير القول قول ربي سبحانه جل في علاه: إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. فالموضوع الذي نحن بصدد الكلام عنه إن شاء الله تعالى فهو عن إقبال شهر رمضان. شهر رمضان على الأبواب، لا يزال على رمضان 4 أو 5 أيام. شهر الرحمات، شهر البركات، شهر الخيرات، شهر الطاعات، شهر القربات، شهر المحبة التي تجمع الناس على كتاب الله وعلى سنة رسول الله وعلى الصلاة في القيام وعلى قراءة القرآن. هذا شهر مبارك. النبي صلى الله عليه وسلم قال للصحابة: قد أقبل عليكم شهر مبارك، شهر مبارك فيه تغلق أبواب جهنم وتفتح أبواب الجنة، كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم. ثم ينادي مناد: يا باغي الخير أقبل ويا باغي الشر أقصر. نداء لأهل الطاعة الذين هم على طاعة ولا زالوا يحبون مجالس الخير ومجالس العلم ومجالس الرحمة. نداء لهؤلاء الناس أن الله عز وجل يناديهم: يا باغي الخير أقبل. أنت تكلمت بلسانك وقلت كلام واضح، قلت أنت تحب الصلاة، أنت تحب القرآن. الآن يقول لك ربك جل في علاه في هذا الشهر المبارك: يا باغي الخير أقبل. الآن لابد أن تثبت لربك جل في علاه أنك كنت صادقا، لابد أن تثبت لربك جل في علاه أنك تحبه وتحب كتابه وتحب سنة نبيه صلى الله عليه وسلم وتحب القرآن وتحب كما ذكرنا الذكر والدعاء وتحب الأعمال الصالحة. أري ربك جل في علاه منك أنت خيرا، أري ربك. يكفيك من الأماني، يكفيك من الأماني. ليس بأمانيكم ولا أماني أهل الكتاب، من يعمل سوءا يجزى به. يزينا من الأماني ويزينا من التسويف. تعبنا من التسويف والأماني والله. سأصلح. ماك صغير الآن، أنت الآن عمرك 40 وأنت عمرك 50 وأنت عمرك 35 وأنت عمرك 43. إلى متى ما زلت تسوف؟ سأتوب، سأرجع، سأتوب، سأرجع، سأتوب، سأرجع. متى سترجع؟ متى؟ وقد أعطاك الله عز وجل إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. أعطاك الله جميع النعم التي تدرك بها الخير وتدرك بها الحق وتدرك بها طريق الوصول إلى رب العالمين وتدرك بها هذا الصراط المستقيم. قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. فاحذر أن تكون ممن خاب فدساها، دس نفسه. اليوم عندك فرصة، فتحت لك أبواب عظيمة جدا في هذا الشهر، فتحت لك أبواب عظيمة جدا كما ذكرنا في هذا الشهر المبارك. فاستغل إقبالك على الله عز وجل بقلبك، بلسانك، بسمعك، ببصرك، بكل جوارحك. تقبل على ربك حتى يرضى عنك مهما فعلت. ما تقول لي أنا عندي ذنوب وعندي معاصي وعندي كبائر. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا. والله لو قتلت من على الأرض جميعا ثم جئت إلى ربك تائبا راغبا، جئت صادقا، جئت مخلصا، أقسم برب العزة يغفر لك. انظر الذين قتلوا المؤمنين في قصة والسماء ذات البروج. قتلوا جميع المؤمنين في ذلك الزمان، قتلوهم عن بكرة أبيهم. لم يتركوا منهم لا طفلا ولا امرأة ولا شيخا ولا أي واحد منهم. قتلوهم وفتح الله لهم باب التوبة. قال الله تعالى عنهم حاكيا عنهم في سورة البروج: إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا، أي أن الله فتح لهم باب التوبة ولكنهم لم يتوبوا، ازدادوا كبرا وازدادوا طغيانا وازدادوا ظلما،
ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جهنم ولهم عذاب الحريق. باب التوبة مفتوح أمامك. شهر رمضان شهر مبارك، فاقبل على ربك في هذا الشهر، فشهر رمضان قد أقبل، وإقباله لدى المسلمين له شأن عظيم ووقع كبير في نفوسهم، لأنهم يتشوفون مجيئه، أي يتشوقون إليه ويتطلعون إلى قدومه ويتباشرون عند دنوه، ويفرحون إذا دخل فرحا عظيما لما يعلمونه عن هذا الموسم العظيم المبارك من الخيرات العظيمة والخصائص الجليلة التي تميز بها هذا الشهر واختص بها عن سائر الشهور. هذا الشهر لا يحبه ولا يحب الصلاة فيه ولا يحب القرآن فيه إلا مؤمن صادق. أما الذين ابتلاهم الله عز وجل بأن زرعت في قلوبهم كره الصلاة، كره الأذان، كره القرآن، كره الصيام، أوف رمضان جاء، واللطف يا ربي رمضان جاء الجينيا. اتق الله، رمضان باب من أبواب الجنة، رمضان باب من أبواب الجنة. فقد أخبرنا النبي صلى الله عليه وسلم أن أبواب الجنة 8، ومن جملة هذه الأبواب باب رمضان، باب الصيام، باب الريان. فاتق الله الذي يكره قدوم رمضان عليه، الذي يكره الصلاة، الذي يكره سماع القرآن، الذي يكره هذه الذكرى التي نذكر بها الناس، والله هو على خطر عظيم، هو على خطر عظيم. لماذا؟ لأن الله وصف هذا الصنف ذلك بأنهم كرهوا ما أنزل الله فأحبط أعمالهم. الله عز وجل محى كل الأعمال التي عملوها. تصور كل الأعمال التي عملوها من بر والدين، وربما من صدقات، وربما من صلوات، إذا كرهوا قدوم رمضان فكل أعمالهم كلها تمحى. وهذا يدل على خطورة الموقف. خرج علينا بعض المعتوهين يريدون أن يقوموا مظاهرة ضد من؟ والله عجيبة، والله مظاهرة ضد رب العالمين. تصور أنه بعض المسلمين خرجوا في مظاهرة ضد رب العالمين، لا نريد أن نصوم، لا نريد أن نصوم. نقول لهم لجعلكم لصمتم، لا اليوم ولا غدوة ولا عام الجاي. إذا كان الله عز وجل كتب هدايتكم فاسأل الله أن يهديكم، وإذا كان الله عز وجل كتب عنده في اللوح المحفوظ أن لا تتوبوا، أسأل الله أن يأخذكم أخذ عزيز مقتدر. نريد حرية، ما نصوم، ما نريد أن نصلي، ما نريد. أصبحوا يرفضون أحكام الله جل في علاه. وهذا والله يدل على أمر خطير جدا، يدل على أن هذه القلوب قلوب فاسدة، قلوب سيئة، قلوب مليئة بالجهل، مليئة بالحقد، مليئة بالكبر، مليئة بالحسد، مليئة بكل هذه الشرور. نفاق منهم يخرج، قد بدت البغضاء من أفواههم وما تخفي صدورهم أكبر. قد بينا لكم الآيات. فنسأل الله السلام من هؤلاء الصنف. هذا الصنف إذا لم يتب إلى ربه جل في علاه فهو متهدد متوعد بالعذاب. من أكرمه الله عز وجل وفسح في أجله ومد في عمره ليصل ويبلغ هذا الشهر الكريم، فهذه منة عظيمة على العبد، ليشارك أهل الإسلام في قطف جنى هذا الموسم العظيم المبارك، موسم الطاعة والإيمان والتقرب إلى الرحيم الرحمن جل في علاه. وقد جاء في السنة الصحيحة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يبشر أصحابه بقدوم شهر رمضان. سبحان الله. فقد جاء أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول لأصحابه: قد جاءكم رمضان شهر مبارك. نبينا محمد صلى الله عليه وسلم كان يبشر أصحابه بهذا الشهر، بل كان أصحاب النبي يخرجون يتراءون الهلال، يريدون رؤية الهلال، فرحين بقدوم رمضان. فلماذا اليوم الناس هكذا؟ اليوم حال الناس حال محسن للأسف، إلا من رحم ربي وعصم. قال: قد جاءكم رمضان شهر مبارك افترض الله عليكم صيامه، تفتح فيه أبواب الجنة وتغلق فيه أبواب الجحيم وتغل فيه الشياطين. وفي رواية: وتصفد فيه الشياطين وتغل فيه مردة الجن تغل فيه. فهذه فرصة لتكتشف أن السوء هو من نفسك التي بين جنبيك، التي نفس الأمارة بالسوء، أو السوء الذي يحدث منك بسبب الشيطان في رمضان مصفدة، مسلسلة، مقيدة. ومردة الجان تغل كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، مقيدة كذلك. إذا أردت أن تعرف الآن أنه أنت أيها المسلم الذي كثير ما تشتكي وتبكي وتقول الشيطان عمل لي، الشيطان فعل لي، أنت في رمضان الآن، في رمضان إذا كنت مقيد عن الطاعة
ما لا تزال تقبل على الشهوات، فاعلم أن نفسك التي بين جنبيك هي التي ستدخلك النار. نفسك نفس أمارة بالسوء، نفس سيئة، نفس خبيثة، نفس التي قال عنها ربي قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. فاحذر. ونفس وما سواها، أقسم الله بهذه النفس، ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها، قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. النبي صلى الله عليه وسلم رسولنا الذي غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر كان يتعوذ بالله من شر نفسه، وكان يقول نعوذ بالله من شرور أنفسنا، وهذا ليعلمنا. ورسولنا ليس له شر في نفسه صلى الله عليه وسلم، ليس له شر في نفسه، كان يقول نعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. لو كنت أنت أيها المسلم تحافظ على هذا الدعاء كل يوم لوقاك الله شر نفسك وسيئات أعمالك. فأكثر من هذا الدعاء، بارك الله فيك، أكثر من هذا الدعاء، وقل دائما وأبدا أعوذ بالله من شر نفسي نعم ومن سيئات أعمالي. وعندنا دعاء علمه النبي لوالد عمران بن حسين علمه النبي صلى الله عليه وسلم دعاء. هذا الصحابي الجليل مر يوما فقال يا حسين كم إله تعبد؟ قال 7، 6 في الأرض و1 في السماء. قال من أرهب إلى قلبك وأقرب؟ قال الذي في السماء. قال أعبد الذي في السماء واترك الذين في الأرض أعلمك دعوة ينفعك الله بها. قال قد فعلت. قال إذن قل اللهم قني شر نفسي، اللهم ألهمني رشدي وقني شر نفسي. حافظ على هذه الدعوة، هذه من أذكار الصباح والمساء، اكتبوها وعوها واحفظوها وانشروها. اللهم ألهمني رشدي وقني شر نفسي. أنت راضي على أعمالك؟ قد جاءكم رمضان، قد جاءكم شهر رمضان. هذه بشارة وتهنئة لأمة النبي صلى الله عليه وسلم، إخبار بأمر عظيم تحقق، وهو أن رمضان قد جاءكم وأنتم تتمتعون بالصحة والعافية وتنعمون بالأمن والإيمان والسلامة والإسلام. فهذا شهر رمضان قد جاءكم، وهو موسم عظيم للإقبال على الله عز وجل، ولمحاسبة النفس، وللقيام بطاعة الله تبارك وتعالى، وللبعد عن أمور التي حرمها الله جل في علاه. هذه كلمة أقولها لكم إن شاء الله يكون فيها تحريك للقلوب، لتستشعر إن شاء الله تعالى قيمة هذا الشهر ومكانة هذا الشهر وعظيم منزلة هذا الشهر. أي فتهيئوا واستعدوا لمجيئه واستقبلوه بأحسن استقبال، وضيفوه فهو ضيف غالي، ضيف عزيز، وضيفوه بأحسن ضيافة. فالناس يبشر بعضهم بعضا بقدوم وإقبال الأمور المهمة والأمور العظيمة ليتهيئوا لها ويستعدوا لها أحسن استعداد. وشهر رمضان ضيف كريم ووافد عزيز على نفس كل مؤمن من كان في قلبه ذرة من إيمان يفرح بقدوم رمضان، ويسأل الله أن يعينه في هذا الرمضان على ذكره وشكره وحسن عبادته. حافظ على هذه الدعوات وسيعينك الله وسيقويك الله عز وجل. حافظ على هذه الدعوات، الله يبارك فيك، حافظ هذه دعوات عظيمة والله يعينك الله عز وجل بها. قلها وأنت صادق، قلها وأنت مخلص، حتى يعينك ربك جل في علاه. أنت الآن ضعيف وخلق الإنسان ضعيفا، تحتاج إلى عون من الله. لا حول ولا قوة لي إلا بالله، أي لا حول لك ولا قوة لك أيها الضعيف إلا بالله. فحافظ على هذه الدعوات العظيمة، حافظ على أن تقبل لربك. هيئوا أنفسكم لاستقبال هذا الشهر، لأنه كما أنه سيأتي سريعا والله سيذهب سريعا. وهذا الرمضان من علامات الساعة، تعلمون تقارب الزمان، تصبح السنة كالشهر، والشهر كالجمعة، والجمعة كاليوم، واليوم كالساعة، والساعة كاحتراق السعفة، أو كما قال رسول الله والله هذا الرمضان الذي نحن فيه سيكون أسرع من الرمضان الذي قبله. هذا الرمضان الذي نحن فيه سيكون أسرع من الرمضان الذي قبله، كما أنه يأتي سريعا يذهب سريعا. فتهيأوا له، وسأذكركم بذلك إن أحيانا الله عز وجل، لأنه أعدوا أنفسكم للقيام بالأعمال الجليلة فيه والطاعات النبيلة والعبادات التي يسركم أن تلقوا بها ربكم جل في علاه. ينبغي على المسلم أن يحسن استقبال رمضان، هذا فيه دليل على قوة الإيمان عندك. وهنا يتفاوت الناس تفاوتا عظيما في كيفية استقبال الشهر. فئة من الناس يستقبلون هذا الشهر بالإقبال على الأسواق إقبالا شديدا ليشتروا أصناف الأطعمة وأنواع المأكولات وأطايب الطعام، فيتسابقون على الأسواق
ويشترون أطعمة ومأكولات بكميات هائلة، وكأنه شهر الأكل، وكأنهم يستقبلون شهر أكل وشرب وتناول الطعام، فيشترون شراء متزايدا، حتى إن التسوق وشراء الأطعمة يزيد في رمضان عند كثير من الأسر عن حاجتهم وكفايتهم، ويدخلون في الإسراف، ويدخلون في التبذير، ويضع على مائدته وسفرته أنواعا كثيرة من الأطعمة ثم لا يأكل منها إلا شيئا قليلا. فهذا قسم من الناس، لا سيما أهل الإسراف تجدهم يبذر تبذيرا، وقد قال ربي جل في علاه وكلوا واشربوا ولا تسرفوا، وكلوا واشربوا ولا تسرفوا، وقال ولا تبذر تبذيرا إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين وكان الشيطان لربه كفورا. وقسم آخر إذا أقبل شهر رمضان هيئوا لأنفسهم أدوات اللعب واللهو والضياع، تجده يومين يلعب. وين ماشي؟ ماشي نضيع الوقت. وين ماشي؟ ماشي نضيع الوقت. الله أكبر، رأس مالك الوقت، ماشي تضيع في الوقت متاعك. نعمتان مغبون فيهما ابن آدم، الصحة والفراغ. تجده يومين يلعب، يومين يلهو، يحب يضيع الوقت. أقسم برب العزة لو كان الوقت يشترى بالفلوس والله العظيم لاشتريته من عند هذا الشخص وقته، والله أشتريه. الناس ضعيفة مساكين يضيعون أوقاتهم فيما لا يعني، بل وربما في بعض المعاصي والذنوب في رمضان. قال وقسم يضيع وقته في اللعب واللهو والضياع، وهيئوا لأنفسهم أمور يشغلون بها أوقاتهم الثمينة في شهر رمضان في ضياع وهدر الأوقات فيما لا فائدة فيه، بل كثير من الأحيان في ما فيه مضرة محققة، ويهيئون مثل هذه الأمور ويستعدون لها استعدادا تاما قبل مجيء رمضان. وعندنا جماعة في بلادنا ما يحللهم القمار، القمار ما يحللهم القمار إلا في رمضان. سبحان الله، تجدهم والله لا يلعبون القمار إلا في رمضان. عجيب أمر هؤلاء الناس، الرمي والكارتا وخلي من اللعب الأخرى قمار، ويمشي يروح واكل مرته وصغاره أكل حرام، وبعدين يقول لك ولدي شبيه ضاع وبنتي شبيها ضاعت، لأنك أطعمتم من حرام. الحذر ربي يبارك فيك، الحذر لابد يعني أن ننبه هذا الصنف. وهناك آخرون من الله عز وجل عليهم بتوفيقه، اللهم اجعلنا منهم يا رب اجعلنا منهم يا رب العالمين، اجعلنا من هذا الصنف الثالث. وهناك آخرون من الله عليهم بتوفيقه وكلائه ورعايته وأحاطهم بعنايته فأخذوا يهيئون أنفسهم لرمضان. تجد أحدهم تكثر أمامه الخواطر وتدور في خلده صنوف كثيرة من الخيرات، فيبدأ يرتب للقرآن وقتا، ولذكر الله وقتا، ولقيام الليل وقتا، ولمساعدة المحتاجين وقتا، وللبذل وقتا، ولإطعام الطعام وقتا، ولمجالس العلم وقتا، فتتزاحم عليه الحسنات وتتزاحم عليه الخيرات والطاعات والقربات. سبحان ربي رب العزة رب البريات. هذا الصنف يقول لك أنا لابد أني أختم القرآن كل 10 أيام مرة، فيحسب حساب، يقول لك إذا قرأت كل يوم 6 أحزاب، كل يوم 6 أحزاب أختم القرآن في 10 أيام. وتجده يفكر كم سيصلي من ركعة نافلة. هذا الصنف لابد أن تكونوا أنتم منهم حتى يزداد قربكم لله عز وجل. ولا يزال عبدي يتقرب إلي بشيء أحب إلي مما افترضت عليه حتى أحبه. تريد أن يحبك الله، أكثر من الطاعة في هذا الشهر العظيم، أكثر من الطاعة وأكثر من الخير وأكثر من الذكر وأكثر من قراءة القرآن وأكثر من الدعاء. يعني والله الأمر محزن جدا، أنه أصبح حال كثير من الناس محزن جدا. ليش؟ تجده قبل رمضان يذكر كثير من النقاط قبل رمضان، سأفعل، يأتي رمضان ما يفعل شيء. يعني ما يحلالهم عملان المقروض والبقلاوة والغريبة إلا في العشر الأواخر في رمضان. والرجال في عوض يصلي والتراويح ماشيين جايين على الكوشة، ماشي على الكوشة جاي على الكوشة، فرحانين بالحلويات. يا ودي راي 10 أيام فيها ليلة خير من 1000 شهر. أخي وين أقولكم مش توا بعد رمضان أعمل حلويات، بعد رمضان أعمل الحاجات الأخرين هذيك الماكلة والطعام والشراب، أعمل شو تحب، لكن ما تضيعش هذه الأوقات الفاضلة في اللهو واللعب والأكل والشرب. لا، ما لهذا جعل رمضان. تترك فرصة. النبي وهو صاعد المنبر جبريل يدعو، أمين السماء يدعو، وأمين الأرض يؤمن. أمين السماء جبريل، وأمين الأرض محمد عليه أفضل الصلاة وأزكى التسليم. أمين السماء يقول رغم أنفه. قال من يا أخي يا جبريل؟ قال من أدرك رمضان ولم يغفر له.
فقل آمين، فيقول النبي صلى الله عليه وسلم آمين. كناية عن الذل، كناية عن المهانة، كناية عن الخسارة. ليش يأتيك رمضان وما تستغلوش؟ فلا بد أنه يحدد ماذا سيفعل قبل. ممسك ورقة وقلم واكتب، اكتب على نفسك سأفعل وسأفعل، ولا بد أنك تفعل، تلزم نفسك. يعني إذا لم تستطع، ركز معي، إذا لم تستطع أن تجبر نفسك على الطاعة فلن تستطيع أن تبعد نفسك عن المعصية. لازم إن الصلاة تعاونك، الصيام يعاونك، القرآن يعاونك، الذكر يعاونك، الدعاء يعاونك. إذا كان أنت ما تعاونش روحك بهذه العبادات حتى تقوى إيمانيا باش تبتعد عن المعاصي، والله لن يعينك أحد. إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. غير أنت من روحك، وابدأ أنت، وبث الخير في البث متاعك، في الفيسبوك، في التيك توك، في الواتساب، في التليجرام. بث وذكر الناس، لعله واحد يدعي لك، لعله واحد صالح من الصالحين يقوم بعمل فيذهب في ميزان حسناتك. الحسنات كل ما تكثر عندك عليك تبدأ تدز فيك من التالي، تدزك من التالي كأنها الكرهبة باش تخطف. إذا خطفت الكرهبة متاعك خلاص نجحت، تمشي في الطريق مستقيم. هذه الحسنات تبدأ تدز فيك من التالي، السيئات تبدأ إيش؟ ترجع فيك التالي، بالعكس. فأكثر من الحسنات حتى يغفر لك رب الأرض والسماوات. بعض الناس يرى أن الشهر يضيق عليه، عنده مشاريع كثيرة وأعمال عديدة ومجالات واسعة للقيام بطاعة الله تبارك وتعالى، لكن الشهر يضيق عليه ولا يتسع لما عنده من أبواب الخير. اللهم اجعلنا منهم يا رب. وهناك أناس يتعاملون مع شهر رمضان كما تعلمون، يتعاملون مع شهر رمضان تعاملهم مع كل شهر، يمضي عليه شهر رمضان كما تمضي عليه بقية الشهور. حتى إن الليلة التي جاء فيها القرآن أنها خير من 1000 شهر تمضي على كثير من الناس مضي سائر الليالي. هذه خسارة فادحة والله، وغبن بين، وإهدار لما لا يليق بالمسلم أن يهدره ويضيعه. ولهذا ينبغي على المسلم أن يحسن استقبال هذا الشهر، ويحسن ضيافة هذا الشهر، وأن يهيئ نفسه لأن يكون من أهل هذا الشهر صدقا وحقا مخلصا لربه جل في علاه. انتبهوا جيدا، شهر عظيم، ما تفوت الفرصة. إذا فوتت الفرصة سامحني، ما عندكش عقل. لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير. أين عقلك؟ باب من أبواب الجنة، قلت لك تفتح أبواب الجنة فلا يغلق منها باب، وتغلق أبواب النيران ولا يفتح منها باب. أنت من تدخل نفسك للجنة، وأنت من تدخل نفسك للنار بأعمالك. فلا تقصر في هذا الشهر، وتوكل على ربك، وأكثر من الدعاء، وارفع يديك إلى السماء وقل يا ربي أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. اللهم يا ربي سخر لي أرضك وسماءك وعبادك وجنودك. اللهم يا ربي اجعلني من الطائعين. اللهم يا ربي أبعدني عن العصاة والعاصين يا رب العالمين. يا ربي أعني في هذا الشهر. اللهم إني امرؤ ضعيف يا ربي، يا من قلت ادعوني أستجب لكم، ها أنا أرفع يدي إليك أدعوك أن تستجيب دعائي. أعني يا ربي واخرجني من الظلمات إلى النور يا ربي، كما أخرجت نبيك صلى الله عليه وسلم، وكما خرجت الصحابة يا رب العالمين. أخرجني من الظلمات للنور يا رب العالمين. اللهم يا ربي وفقني ونور طريقي يا أرحم الراحمين، وسخر لي يا ربي من العباد، وسخر لي من الإخوة من يعينونني ويؤزونني إلى الخير أزا. جاء في سنن الترمذي من حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يقول: إذا كان أول ليلة من شهر رمضان صفدت الشياطين ومردت الجن، وغلقت أبواب النار فلم يفتح منها باب، وفتحت أبواب الجنة فلم يغلق منها باب، وينادي مناد: يا باغي الخير أقبل. الله يناديك، لماذا لا تستجيب؟ الله يناديك، لماذا لا تستجيب؟ الله يحب لكم الخير، الله يريد لكم الخير، الله يناديك في كل ليلة. لابد أن تستشعر كمسلم أنك تسمع هذا النداء: يا باغي الخير أقبل. أقبل على الله عز وجل بالصلاة والصيام والذكر والدعاء وقراءة القرآن وإفطار الصائمين. أقبل على المسجد، أقبل على بيت ربك. ما لك هجرت بيت الله؟ اسمه بيت الله، تهجر بيت الله؟ كيف لمسلم يهجر بيت الله؟ ما الذي فعل لك بيت الله؟ تجده يحافظ على بيت الطعام اللي هو المطعم، تجده يحافظ على بيت اللعب اللي هو ملعب كرة القدم، تجده يحافظ على بيت السينما اللي هي دور السينما، يحافظ على الذهاب لجميع البيوت إلا بيت الله عز وجل الذي هو أشرف مكان. قال النبي صلى الله عليه وسلم: خير بقاع الأرض مساجدها. أين أنت من المساجد؟ لماذا لا تعود إلى بيت الله جل في علاه؟ لماذا لا تعود؟ من الذي يمنعك؟
تدخل الأماكن الأخرى، يدخلون للملاعب بالأموال، يدخلون للمطاعم بالأموال، يدخلون لدور السينما بالأموال، يدخلون للديسكوات والخمارات بالأموال، وبيت الله يدخلونها مجانا ولكنهم ينصرفون عنها. سبحان الله، سبحان الله. ينادي مناد كل ليلة: يا باغي الخير أقبل ويا باغي الشر أقصر، ولله عتقاء من النار، وذلك كل ليلة. فتأمل قول النبي: ينادي مناد يا باغي الخير أقبل، أي أنك قد استقبلت موسم للخير، موسم للطاعة، فأقبل عليه إقبالا شديدا، واحرص عليه حرصا عظيما، وإياك ثم إياك أن تضيع على نفسك هذه الفرصة عظيمة، فهذا والله موسم رابح للخير، وتجارته رابحة، وإذ ذهب لن يعود، والله من يعود. تجد سبحان الله التجار متاع الماكل، التجار متاع الطعام في هذا الشهر، التجار متاع الملابس في هذا الشهر يستعدون ويشترون كميات ليزداد ربحه في هذا الشهر، ولكنه لا يفكر في الطاعة. عجيب والله، عجيب والله العظيم، عجيب أمر الناس، لا يفكر في الطاعة. يعني يقبل كل دعوة الأكل، تجده كل مرة يذهب إلى إنسان إلا دعوة الله عز وجل للصلاة. فلان يعيط له: اجي كل عندي، يمشي عنده. فلان يعيط له: اجي كل عندي، يمشي ياكل عنده. إلا دعوة الصلاة. سبحان الله، يناديك كل يوم: الله أكبر، الله أكبر. من الذي يناديك؟ ربك جل في علاه. فلماذا تتغيب عن نداء الرحمن؟ ولذلك يسمونه نداء الرحمن لأهل الإيمان: يا باغي الشر أقصر. والله لا يليق بمن يبتغي الشر أو تتحرك نفسه للشر أن يتيح لها المجال أن تتمادى في شرها وأن تسرف في غيها. والله ما يليق، ما يليق. ربك قداش أعطاك من فرصة، متى تعود؟ متى تعود؟ وبعدين تقول له: يا ربي يا ربي يا ربي، ولماذا لا يستجيب دعائك؟ وأن تستمر في ضلالها في هذا الموسم الكريم الذي صفدت فيه الشياطين وصفدت فيه كذلك مردة الجن. ما عندك عذر. إلى متى تلتمس الأعذار؟ إن الإنسان على نفسه بصيرة ولو ألقى معاذيره. كل ديما عندك معاذير، الآن ما عندك حتى معاذير. الشياطين مصفدة، ومردة الجن مقيدة، وأبواب الجنة مفتحة، وأبواب النار مغلقة. أنت ترفض أنك تأتي إلى هذه الأبواب وتدقها وتقول: يا ربي أدخلني، أدخلني يا ربي إلى هذه الأبواب، أدخلني يا رب الجنة، يا ربي أبعدني عن النار. كل يوم له عتقاء من النار. متى تعود؟ لا يليق بمن يبتغي الشر وتتحرك نفسه للشر أن يتيح لها المجال أن تتمادى في شرها وأن تسرف في غيها وتستمر في ضلالها في هذا الموسم المبارك. والله من لم تتحرك نفسه للإقبال على الله تعالى والتوبة والندم عندما يقبل مثل هذا الموسم الكريم، فمتى تتحرك نفسه؟ والشياطين مقيدة، متى تتحرك نفسه؟ وكثير من الناس غلبته الشواغل والمغريات والملهيات والشهوات، وأصبح عائقا وحجر عثرة له عن التوبة والرجوع إلى الله، فيصبح ويمسي وهو في ترف وبذخ وإسراف وتبذير ولعب وسهر ونوم وكسل وظلم وفجور. فشهر رمضان فرصة لأمثال هؤلاء الغافلين للتوبة النصوح والإقبال على الله عز وجل. وإذا لم تتحرك النفس في هذا الموسم العظيم للتوبة، فمتى تتحرك؟ وإذا لم يقبل العبد على الله عز وجل في هذا الشهر المبارك، فمتى يقبل؟ متى يعود ومتى يقبل؟ ثم إن قوله صلى الله عليه وسلم: ولله عتقاء من النار وذلك كل ليلة، أي أن الله عز وجل كل ليلة من ليالي الشهر الكريم يعتق وناس كثيرة من نار جهنم. والمسلم تتوق نفسه أن يحظى بهذا الفوز، وهو أن تعتق رقبته من النار، أجرنا الله وإياكم منها. وما تنسوا أن ربي وخير القول قول ربي عندما قال: فمن زحزح عن النار. من زحزح، مجرد ابتعادك زحزحة صغيرة، فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز. هذا هو الفوز، أنه ينجيك الله عز وجل من النار وأنه يجعلك من أهل الجنة. اللهم اجعلنا جميعا من أهل الجنة يا رب. يا ربي إن نسألك الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل، ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول أو عمل. قلت لك أبواب الجنة مفتحة ولا يغلق منها باب، ادخل. إذا توضأت وقلت: أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، فتحت لك أبواب الجنة 8، تدخل من أيها شئت بهذا الذكر. فما بالك بالصلاة، وما بالك بالصيام والذكر والدعاء وإفطار الصائمين وأعمال البر والخير في هذا الشهر العظيم. الله يبارك فيكم. اللهم ارحم أبائنا. أنا أبويا مات الله يرحمه، وارحم أمهاتنا. اللهم ارحم أبائنا وارحم أمهاتنا وارحم جميع موتى المسلمين يا رب العالمين. يا رب اجعل أعمالنا، يا رب اجعل صلاتنا، واجعل صيامنا، واجعل دعاءنا، واجعل يا رب قراءتنا القرآن، واجعل أذكارنا
كلها في ميزان حسناتهم يا رب العالمين. اللهم تقبل أعمالنا خالصة لوجهك الكريم. اللهم ارحمهم رحمة واسعة يا رب العالمين. اجعل قبورهم روضة من رياض الجنة ولا تجعلها حفرة من حفر النار. اللهم يا رب أكرم نزلهم ووسع مدخلهم يا رب العالمين. اللهم يا رب ارحمهم رحمة واسعة والبسهم وارزقهم العافية يا رب العالمين. اللهم يا رب ارحمهم برحمتك يا رب العالمين، واعلي منزلتهم يا أرحم الراحمين. يا رب ارزقهم جيرة النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. لله كل يوم عتقاء من النار. في بعض الأحيان يعلن في بعض الأماكن عن مسابقات وجوائز، ويجعل لكل يوم جائزة، يعني 1000 دينار مثلا أكثر وأقل، وترى الناس يقبلون عليها بتكالب شديد وإقبال متزايد. كل واحد يقدم ويبذل ويجهد نفسه ليحصل على 1000 دينار وليكون من الفائزين. هذه المسابقات التي تصير، لكن عندما يتعلق الأمر بالفوز في الآخرة بالجنة وبأجر يوم القيامة تقل الرغبة وتضعف الهمة وتقصر إرادة الناس عن مثل هذا الأمر الكريم. وإلا فإن اللائق بالمسلم عندما يسمع قول النبي صلى الله عليه وسلم ولله عتقاء من النار أن يتشوف ويتشوق أن يكون منهم. لذلك لابد له أن يحرص على أن يكون من هؤلاء ويجد ويجتهد ويسأل الله تبارك وتعالى أن يعتق رقبته من النار ويقبل على الله جل في علاه ليحظى بهذا الموعود الكريم ولينال هذا الأجر العظيم. وقد جاء في حديث آخر أن النبي صلى الله عليه وسلم وصف هذا الشهر بأنه شهر الصبر. قال عليه الصلاة والسلام صيام شهر الصبر اللي هو رمضان، و3 أيام من كل شهر صيام الدهر. فوصفه بأنه إيش؟ بأنه شهر الصبر. ومعنى ذلك أن للمسلم فرصة عظيمة في هذا الشهر الكريم أن يروض نفسه ويعودها على الصبر بأنواع الصبر كله. يعود نفسه الصبر على الطاعة، والصبر عن معصية الله، والصبر على أقدار الله المؤلمة. فهو موسم للصبر، والله جل في علاه يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. وقال الله تعالى والله يحب الصابرين. وقال الله تعالى جل في علاه والله مع الصابرين، أي عندك معية وعندك محبة وعندك بشرى. وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إن لله وإنا إليه راجعون. فيبدأ المسلم من أول يوم من أيام شهر رمضان المبارك يعود نفسه على الصبر. صبر نفسك لما تكون في المسجد والشيطان يقول لك روح، والشيطان يقول لك إيش؟ روح ارتاح شوية. ما نرتاحش، نرتاح بعد رمضان. خلي مخك هيك عنده الهدف هذا، ارتاح بعد رمضان. الآن ليس هناك راحة، ما فيش راحة، ما فيش. باب الجنة محلول وتقول يرتاح؟ لا والله ما نرتاح، لا أقسم برب العزة ما نرتاح. سأزداد من الطاعة وأكثر من الطاعة. كل ما رأيت الشيطان هكذا تغلب الشيطان، هكذا تتغلب على الشيطان. الشيطان كان يفر من عمر بن الخطاب رضي الله عنه. اللهم ارزقنا إيمان عمر يا رب العالمين، وارزقنا تقوى عمر يا رب العالمين. فعليك إيش؟ أن تعود نفسك على هذا الصبر، وهو أعظم مواسم الصبر. فيبدأ المسلم من أول يوم يعود نفسه على الصبر، الصبر على العبادة والطاعة، والصبر على الذكر، والصبر على قراءة القرآن، والصبر على الصلاة والصيام وقيام رمضان، قيام التراويح وغير ذلك مما أمر الله. يعود نفسه على الصبر عن معصية الله، فيترك مألوفاته. يحاول يترك كما تركت الطعام اللي هو حلال، مش تركت الطعام وهو حلال في رمضان، ومش تركت الشراب الماء اللي هو حلال في رمضان، مش تركت شهوتك مع زوجتك اللي هي حلال في رمضان. إذا أنت تقدر كما تركت الحلال كما تركت الحلال، أنت تستطيع أنك تترك الحرام. فلماذا لا تترك الحرام؟ رمضان صبر نفسك وابعد. يعني الأمور التي اعتادها من طعام وشراب إلى غير ذلك في نهار رمضان يصبر عليها، ولكنه لا يصبر عن الحرام. وإذا صبر المسلم في شهر الصيام وامتنع عما أحل الله له لأن الله حرم عليه ذلك في أيام شهر رمضان، فليدرك أيضا أن الله قد حرم عليه الحرام مدة حياته طول عمره، وعليه الكف عما حرم الله والامتناع عنه دائما خوفا من عقاب الله عز وجل الذي أعده لمن خالف أمره وفعل ما نهى عنه. ويعود نفسه الصبر على أقدار الله تبارك وتعالى المؤلمة. ففي ترك الطعام والشراب والنفس تتوق لذلك، وكذلك حبس النفس عن أباح الله من الشهوات مثلا والملذات كالجماع ومقدماته معون على تحقيق هذا الصبر. فيعيش المسلم في هذا الشهر صابرا حتى يتخرج منه صابرا. وقد قالت الملائكة وهي تستقبل أهل الجنة ادخلوا الجنة سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقبى الدار. قد تلقى دروس عظيمة في الصبر في هذا الشهر. صبر نفسه على الصلاة، صبر نفسه على الصيام، صبر نفسه على قراءة القرآن، واعتاد أبواب كثيرة من الخير. وبهذا تكون عائدة الشهر على الإنسان ليست في هذا الشهر وحده، وإنما ستعود عليه بركات الشهر وخيراته عمره كله وحياته كلها.
لأنه روض نفسه على الصبر وعودها عليه وتعايش مع الصبر في أعظم مواسمه. وإذا كان المسلم لا يتحلى بالصبر في أعظم مواسم الخير فمتى يصبر؟ ولهذا من الأمور المهمة التي ينبغي أن يعتني بها المسلم أن يعود نفسه في هذا الشهر الكريم على الصبر بأنواعه: الصبر على الطاعة، الصبر عن المعصية، والصبر على أقدار الله المؤلمة. نكتفي بهذا القدر لعله فيما قيل الكفاية، وسنكمل إن شاء الله تعالى بعد صلاة العشاء بإذن رب الأرض والسماء. بارك الله فيكم على حسن الاستماع، وأسأل الله أن ينفعنا بهذه الكلمات. نفتح الباب للأسئلة، نفتح الباب للشيخ زين أنه يلخص للنقاش. ربي يبارك في جمعكم وجزاكم الله خيرا.